علينا صحة هذا الافتتاح. الافتتاح ده يعني ده افتتاح مشروع قومي بتاع مصر وكل المصريين. صحيح. كل المصريين هيشاركوا في تأمينه ويشاركوا في ان هو يبقى افتتاح رائع وافتتاح يعني يليق بمصر وقيمة وقدر مصر. فيما يتعلق بتأمين يعني الفترة القادمة، السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كان عقد اجتماع مع السادة المساعدين والقيادات الأمنية. في الاجتماع يعني تعرض كذا موضوع. الموضوع الأولاني اللي هو التحديات اللي بتواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، والموضوع اللي سيادتك كنت تتحدث عنه اللي هو حادث التفجير اللي وقع، وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته. وبرضك استعرض الجهود الأمنية اللي هي أثرت عن ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية وإجهاض مخططات ليهم كان بيعتزموا القيام بيها، وأيضا الجهود الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الجنائية والتشكيلات العصابية عشان ما يبقاش في يعني جريمة تطغى على جريمة، لا، التعامل والمواجهة للجريمة الجنائية والجريمة الإرهابية بالتوازي. نعم. وأيضا برضك السيد الوزير مع القيادات الأمنية يعني أكد على ضرورة الاستنفار لكل القوات وتجديد الإجراءات الأمنية ومراجعة الاختصاص خطط التأمين ومدى فعاليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة. إنما هنا سيادة اللواء واحنا بنتكلم بأمانة شديدة بقالنا مثلا سنتين ونص دلوقتي، كان في حالة نقدر نقول من الطلب داخل وزارة الداخلية بأن لازم من تطوير المعدات اللوجستية الخاصة بالأفراد والضباط، لأن حجم المواجهة مختلف ونقدر نقول نوعية كمان المواجهة مختلفة. هل ده اتحط في الاعتبار في الفترة دي وممكن نشوف تجهيز لوجستي جديد؟ الكلام ده بيتم بالفعل، التحديث والتطوير يعني الدعامات اللوجستية بيتم توفيرها، ويعني الكلام ده يمكن يعني احنا بنشوفه في الشارع، بنشوف تجهيز القوات، بنشوف شكل جديد للقوات، قوات الانتصار السريع، السيارات، المعدات،